بازخ ملوءة خلقتن خورة مريم هلبت خزيانة ميقرة وخبيوة اديوم اتلن خملوءة كمتها مزمق باسي لما سخيا وخلها قوثة دزوثة سبيلة خملوءة رابع نقاية او تقيلة هم ماشا متخرق باسي دي وهم مزمق باسي مخكخ باسي او تقيلة ملوءة للشانة سوريايا هلبت للشانة سوريايا او تقيلة للشانة كل بني عمن جو عراق مشيخاي اين تقيلة كلداية سوريايا طوراية اهم لو اهل بد خزيانه مخبه مخديدخ اخنين بر ترى البوطلاويه لقوا ناموس عراقاي دستور عراقاي ماسك امرخ للشانه سورياي للشانه رشمايا جو بنياثا اتيلا بني عمن مختمرخ بني عمن يشكل لي نسبه بجرب ثامن مواثا خينه البوث هادخ ويا لقوا مدرشياثا و بيشه لمقرويه رشمايث جو خكمه فمزمخ باسه بجرابه وبهويلا ارخا انا بازغ من دقه مايا الخات شراره بخازخله وبدير عمو علياثا قوانايه وعدعيذه وبورسه مشخلبه واها لا معززتد مردوثه للشانيثه بينث يباله خمسه سنتد بوصايا يلبانايا وللشانايا الاشترتا لتوثيق ادلشانه شرشايه ومني سوريايا قابود مخاميثي من تلاقة اشتا عذرانا عم مطكة سياثات ولاية يصيبه بمخاميثة للشانة واتشايوثا مردوثانيثا اخ يونسكو قابود امينوثا دأن للشانة وهدخا خزيانا نميقرة مصيا داولتا دمشوت با بمباعلتا ومخاميتا للشانة شرشاية ومني للشانة سوريايا قو أثرا بريخة بث نهرا عراق قد بيشي أمينة عوار يوبالي هلبت غزيلة من نوخ دهات شرارة خزيانة ميقرة او تقيو بدلو للشانة سوريايا ومودي لوالي مختار سلطانة قد ماصي مشررة الإيثوثة قداها للشانة قد تشمشتت اهل الشانة وبني عمن كل ملالة ابقاها للشانة هلبت متخرا قال اخن بهاويلا ارخ اديم يوم من الخزيانة ميقرة قد همزمغ بالزودة وشكل خمود عنواته بالزودة معلومات من ارخن خبي واديم يوما بد اهم لو اني قايم هو تخرا قال اخن ارخن بتهاوي مدبرانا قونا دراشة سورياية جو أرش خيتا بغدت هلبت جو عراق مختم لخ لشلطان أخويا دايا وأوت إيلي ميقرا رابي صلاح أبوش خضر شلام رابي دخيت شنو بقى خطو دخيته بس ما قدمت خبر اختار ادي موجود من النت رابي بغدايخ اديوم تباقخ بيوخ جو قناة العراقية السريانية وأرخى إقارة هلبت إتلن إقارة بيوخ عزيز رابي مشارخ له بقارن اسئله دين رابي بود متخرن بود اللغه السريانيه بود دور ماسخم رخله مختم رخله ممثلين دين جو دعم هذه اللغه والى اخره سؤال قما بتهاوي مودي لان سياسات حكوميه ماسخ امرخ حاليه قا دعم سنتا اللغه السريانيه جو اثره اكيد حكومه العراقيه هي متمثله وزاره التربيه دي وزير دي داح دكتور ابراهيم نامس الجبوري دائما كامر مديريه عامه دراسه السريانيه اتلا خصوصيه بوزاره التربيه اكيد اخنيك شكر اخلي طبعا وزاره التربيه مؤسس لها مديريه عامه الدراسه السريانيه بشاتد 2012 هذه مديريه إبا اقسام تنقسم بنينوى بتربيه نينوى هذا قسم أكيد الشعبة بتربية الحمدانية وبتربية الكيف أني شعب أنهي مسؤولين عن مدارسنا بتدريس اللغة السريانية أنهي ومشرفين إتلن مشرفين اختصاص ومشرفين تربويين إتلن أيضا محافظة كركوك قسم اللغة السريانية أيضا مسؤول عن أني مدارس ديناب كركوك تدريس اللغة السريانية والتربية المسيحية أيضا إتلن بغداد محافظة برصافة الثانية إتلن أيضا عدد رابع حيل مدارس هم شامل تدريس اللغة السريانية والمسيحية كل مدرسة دقيبة سرايا إتلن ببصرة أيضا مدارس هم عددنا
اتلن قسم الدراسة السريانية محافظة البصرة، مسؤول اللي احنا استاذ نسيم جورجي ايضا. فحكومة دائما يعني كاويلة خائلمان بموضوع الدراسة السريانية مهم للقيبح، لأن كذا هذا موضوع عريق جدا ليه بس حاليا عن الزمن الماضي اللي يعني لغات من اللغات السامية له. اتلن موضوع خلنا حكومة دعماله جامعة بغداد كلية اللغات أيضا إيبا قسم الدراسة السريانية كم خرجة بكالوريوس لغة سريانية. أكيد أني خريجين أخني بحاجته جدا ياخدها، فأخني طلبخم حكومة هذا اهتمام تاو باني خريجين بأخذ درجات وظيفية، لأن بأمثل حاجة اللي هي لأن اتلن قصب كوادر. أكيد. اتلن جامعة صلاح الدين بأربيل. أربيل أكيد. أيضا كم خرجة بكالوريوس قسم اللغة السريانية، اتلن خريجين منه حاليا وجبة مخرج له بغداد له. من أنا خريج الثامن ورابي. هل بد بكالوريوس جو من خلمناثة للشان سوريا جو صلاح الدين. نعم. وخرطة ماستر جو للشان من خلال كلنا يوثت للشان كلية اللغات جو بغداد. هل ممتاز ممتاز. فأكيد أني دعمت حكومة واضح له. داني ملاكات دمخرجي، بس اني ملاكات دمخرجي اكيد باخذ ضمنها خم مستقبلها. يعني مدقري لي 4 سنوات كليه واخني بامثل حاجه خلي حدق دميرا. اكيد. فحكومه يعني بدمغ داعمه لدى هذا موضوع بس عايز لن يعني سنيق مش رابقه تاويلا عايز لن دعم بحكمه مديانه باخني بشبه رابع من تيلا بالضبط. السيدة شواغر دقتلن. أكيد. رابي بوت نظام تعليمي بصورة عامة، يعني بالنسبة كادر تدريسي مدرسين معلمين للغة السريانية إذ مخصصات مالية تخصيص ماليا برامج تدريبية يعني أي من دي يحتاج قتاوي بش فعالين دور ديها بملبتة لشانة سوريايا. تمام. بالنسبة البرامج تدريبية بالنسبة للإعداد والتدريب بالوزارة دائما كوذا برامج تدريبية كايث مخصصات ده مدربين كايث مخصصات. اتلان خرتنا حيا من ناحية إعداد والتدريب مديرية عامة دراسة السريانية كل شاتا بداية الدوام كوذا لقاءات تربوية بنينوى كركوك بغداد رصافة الثانية بصرة كوذا لقاءات ملاكات تربوية خازق ماء معوقات مطلع على طرق حديثة التدريس بحيث حتى تاخذ مواكبين مع عملية الحداثة في التدريس. أكيد ما تاخذ نتائج يعني خدمة عمليات تربوية. أما مخصصات ده معلمين باني لقاءات أو دائما كوذخ دروس تدريبية مدارس يعني كاو معلم كفوق كاو دورة تدريبية ده معلمين أو كاويلا درس تدريبي على سبيل المثال ده باني وماثل اتلن بكركوك واتلن بموصل واتلن ببصرة وبغداد دروس تدريبية لكن كاوي مجانية كاوي. فيعني دعم هم مطلوب له دعم على مود تاو جانب معنوي جانب مادي يعني فايدة معلم أكيد. كيف يساهم إدراج اللغة السريانية في تعزيز الهوية الثقافية للمكونات العرقية والثقافية في البلد رابي؟ بالنسبة لإدراج اللغة السريانية مناهج جديدة دراسية مدارس ابتدائية وثانوية أكيد أني مجتمعات بتشعري متخازي لغت كنك مدرزي لما مدارس دقية ليه يعني محاكة من ناحية أهالي. أما أطفال بابتدائية يجوز لك شعري بهذا الموضوع بس أهالي متشعري بأنه لغة أجداد أوث كنك مدرزي لا باني مدارس بتشعري بانتماء هذا وطن بتشعري بأنه حكومة كلا كيولها قدر خاص بأنه ليلا نشيثه. فأنا أكيد بتشعري بأنه قطعنا ماذا وطن. وأكيد يعني دائما إرث الثقافي مهم للناشا تاو موجود حاضر منه صح بزمن الماضي بس أكيد ناشا ليه بالناشا إرث ديدح وتفاصيل داوح وساوح
واكيد هذا موضوع بتخازخ له ايكا بتخازخ له قنوات مثلا قناه السريانيه اتلن بالتلفزيون التربوي دها وث يعني موضوع جدا رائع كميويلان ركن السريانيه باجهزه حديثه شاشات الكترونيه قبيث دروس دها عن طريق المديريه العامه اتلن اكفاء باللغه السريانيه قبيث دروس على القناه الفضائيه دروس جدا رائعه يعني كمتابعيه ناشي اليوتيوب فاني جدا مهمينها فمتخازن انا قناه سريانيه العراقيه كبيثه برامج بلغتي شتو لهجه مختلفه اوكي مثلا بغدادق مختلفه لهجه تحبرت له القش ليس مشكله كان كله غنيه بلهجات لان اللغه دائما يعني خلال سنين كم غير لهجه يعني دا اخني بداثخ لغه مثلا سورث كلا خناوة كألي إلا تناث عربي كنا كألي مدارس تناث إلا إنجليزي كنا كألي تناث فرنسي فأخني ما قدم حفظخ اللح ومدرزخ للمدارس أكيد نشواثا بتشعري بأنه أخني كمحفظخ الأرض ذته وداوثه وساوثه أكيد 100% أكيد رابي ما صرت بخلته نعم. كمل فهذا موضوع مهم جدا جدا لي. أكيد ماصد أمرت لنا أكثر حدثنا أكثر عن تضمين يعني إدراج اللغة السريانية جو مناهج دراسية الرسمي مصخ أمرق المنهاج الرسمي جو مدارس حكومية. تمام. بالنسبة للحكومة يعني ضمن تدريس اللغة السريانية عن طريق ما هي عن طريق مناهج جديدا دينا أنا دائما بتقصد السرياني والتربية المسيحية مرابطين. أكيد. فدائما هذه يقدر لهم مناهج الدراسية الابتدائية والثانوية وبعدين بتبيدهم كامل جامعات إيثا أكيد. فحكومة دائما ملتزمة لهذا الموضوع من حيث توفير المناهج وتطويرها دائما بالتعاون مع المديرية العامة للدراسة السريانية ودائما ملزمة له بطباعة كتب المنهجية دآني مدارس إن ابتدائية وإن ثانوية كل مرحلة ضمن مستوى ديدح إن العمري أو الواقع مادته السورث. رابي هل هناك خطط مستقبلية لزيادة تدريس اللغة السريانية في المدارس الحكومية لربما وخصوصا في المناطق التي يتواجد بها المسيحيين بكثرة؟ أكيد أخني بتعيبا المزيد عدد المدارس هذا موضوع ليل صعب بس لكن يبغى يعني يبن مخلة نوع معضلة وهي ملاكات تدريسية أخنيك عايز لن ملاكات تدريسية لأن معتبرة اللغة السريانية المناهج الدراسية لغة فتية يعني عام 2012 اشتره مناهج يعني 12 سنة أو 13 سنة فأخني دائما بحاجة يخ المعلمين ومدرسين ملاكات يعني تربويه. سؤال مرتبط الى صراحه باها سؤال يعني نعم. انا برسوبا ايث مقري والي مدرسه لخا قوم ديت بغداد تمام رابط سنيقوثه يعني بحاجه الاساتذه بنفس الوقت انه اخت شميلا اخلا يعني همزمي يمري انه بارتريشن باورق وزاري فليطخ مو ايث خطط بداها موضوع اخني يعني اثوى خطه مقامي ديالا عامه بس لكن ودلن جولات الاقسام الدراسه السريانيه محافظات كلها انا ومجموعه هم غزيلي بانه اقسام لنا مؤهله بانه ديالا الوزاري من ضمن دادي أقسام دئب نقص ملاكات وإب نقص مشرفين تربويين واختصاص سرياني فأني أقسام لكاوي مؤهلة أكيد ديالي بوزاري لكن بتاويلا بدمخ أخني موضوع هملك صاير تهملخ لغتا لازم دو دخله اسوة باني خني مؤلخ للوزاري يعني المرخل الوزاري قد ما باش مجبر قاريله يعني بلا يبدا الشاند بالضبط ومدرسه جيب مقرأ يعني وبمدرسه بمقرأ بالضبط وحكومه بتاويله نظره اللح بانه حال اللغات الاخرى فاخني لك صاير معتبر اخلا بانه اقل من اللغات الاخرى بالنسبه لنينوى اعتقد جائبه جاهزيه بموضوع نوعا ما لان ملاكات صح ايث نقص
عايز لن بس لكن يوفي بالغرض. مشرفين اتلن اكفاء اكيد، فاحتمال طويلا استعداد السنه الجايه او شات داثيا مؤلخ للوزاري بنينوى فقط كتجريبي. ايه اكيد. نعم. رابي ما صدت همزه مثلا بوت تحديات، يعني تحديات بمتوتت للشان السوريايا جو مناهج دراسيه ينمخت متخرخ بمتوتك داخل وزاري سنين منتهيه مصخ امرخ. بالنسبه للتحديات اكيد اخني اتلن تحديات وتحدي ديدا خشون واضح كذا لحكومه وعالمك يا ذئله ونزيف الهجره. نزيف الهجرة كل يعني كاودلا معوقات بتدريس اللغة السريانية، يعني كلك الزليلا معلمين أكفاء من اللغة السريانية وأخني أصلا بحاجة الملاكات التربوية باللغة السريانية قيل أن اختصاصا قليل له وتعيينات أصلا حصة المكون المسيحي قصيلة، يعني دائما أخني كمخلى حصة المكون المسيحي بالتعيينات قصيلة وخصوصا باللغة السريانية، يعني فهذه هجرة كلك منقص عدد الملاكات المدارس وبنفس الوقت كلك ناقصا عدد الدارسين بلغة السريانية، يعني طلاب دينا يلبي سرياني اما دينا كم هجري نشوثه اكيد كنا كزلهم نشوثه، فهذه مشكلة ربثيلة والأساسية. اكيد. نعم. رابي كيف يمكن تحقيق التوازن بين تدريس اللغة السريانية واللغات الأخرى؟ ذكرنا قبل قليل اللي هو قالك هو بشوية للشانة خينة بس ماسخ أمرخ للشانة خينة أو اللغات الأخرى إلى لغات ماسخ أمرخ بش هم زمانة بيه رابنا. نعم. حيلة ناشط هم زمي بيه وأي إلى أختي مختصرة على دكانة ماسخ أمرخ لا تيلا خاية مشي خاية أختي دخل بشق أخلى بشوية دخل بشق أخلى متوازنة. تمام. أخني إيبن دوذخ توازن بالنسبة لتدريس اللغة السريانية حالة باقي اللغات إن العربية وإن الكردية أو باقي اللغات عن طريق يعني في حيل نقاط. أهم نقطة هي حصة الدراسية بجدول، يعني سرياني يبت التي حصص أني تتي حصص، يعني أنا بتاون مدير مدرسة لك دارينا حصة السرياني بدرس السابع لك صار تو درس السابع أخني كذا استيعاب الطالب بدروس خراي كشتائر مستوى جديد احنا تيجي الضغط الدروس الأولية رياضيات وعربي وهكذا فمستوى استيعاب دي أكيد بالناقص، فأنا مدارينا حصة السرياني دائما بالدرس السادس أو الدرس السابع يعني تقريبا كينكم هامشنا يا فهذا صح. موضوع يعني للمقبول مدراء ايه يعني متويا حال الدروس الطبيعيه مثلا اجوا درس الثاني خلنا حصه درس الخامس لا ليس مشكله، اما تويا درس السابع يعني اكيد درس السابع لقى منافذ. يعني ممكن خمدي خينا رابي ضروري يعني ثيل البالن هدي طارئ. نعم. ماسخ امرخ انه اب يالوبا وابن شواثه سنيقه لقد تختمرخ بيله اهل الشانه مخبيله كبيله اهل الشانه قرق هذه اول الشانه هذه نقطه كبيره يعني هذه نقطه بداثن الله بعد نقطه خرتا اتلن مدارس نسبه عاليه من السراي اني مدارس متايث برامج متعلقه باللغه السريانيه انا منافثني برامج باني مدارس أنا مو قصدا سهل نينوى كله مكونين مثلا إذا مثلا كركوك بصرة بغداد أني مكون متنوع فأنا مدارس ده مكون مسيحي بش حيلة داودنا برامج باني بتو استفادة ده مواطن ده طالب وده ملاكات وده أيضا متكايث حضور أهالي بهذا برامج هم أهالي مستفيدي. هذه نقطة. إذا نقطة خرتها دائما بدون إشراك مجتمع المحلي بلغة السريانية دخ مثلا بتاويلي لقاء أو مؤتمرات دخ دميران امد مشركن خبراء بلغة السريانية شد لنا ضمن التربية ليس مشكلة بداثم ألقي كلمات مستفيدة منح مشاركن مؤسسات كنسية المام رائع بلغة السريانية بنفس الوقت مؤسسات كنسية نفس
اثناء قداشة يعني نصحي اهالي بتعليم اللغه السريانيه نفسه اتلن محو الامويه بغداد مار يعقوب السروجي كاثي اهالي كيلبي هذا اما ديالب مول بأبرة ومتخازق أبرة بابحك يالب أو أم سرياني أكيد هذا مشاجع لا دي لغة يعني أبقى تحدي لرابي رابي المخبري والا يمري أنا ليه أذن لغة السريانية دابروني دخ مقرني أنا أو القراية بالضبط هذه معضلة قي لأن اللغة السريانية دي لمنهاج ليلة محكية بعامية يعني أخنين كوذخ مقارنة بعربية عربية خازخلة بموبايل خازخلة بتلفزيون خازخلة بشوقة خازخلة بشارع فإيبا نوع سلاسة ومراثة الحالية أما اللغة السريانية يعني بشليلة أجيال عبيرة اللح فمغيرة حتى لهجة بقاوح يعني بشلة متعددة اللهجات فنوعا ما إذا صعوبة من الأهالي أما أهالي مقري العربي صعيب مقري العربي لأن عربي كياذا أمه وبابا وكل كياذا بس سرياني فأخنيك باخ تشجيع دا أهالي بالدرجة الأولى بتحاصل هي ليه حب دا هذه مادة ديال بيلا لأن بتخازن شواذ حكي ذي فأو هم كياذا وقلت لها النقطة أخرى مهمة جدا طبعا أنا بدوذ المطالعة بقى واحدة معالي كغدريزح موضوع المديرية مؤلخلة رياض الأطفال من مؤلخلة برياض الأطفال هذا طفل العجينة للبداية يعني نكيال بحروف بس برياض الأطفال مداثة المدرسة الابتدائية تاويل استعداد تام هذا اتل أوليات دغدكاويلة أوليات بحروف بلغة العربية أيضا رابا دوسيت رابي أو بقاري خرايا وبس لقم بقرن بصراحة لأنه متخرخ أن نقاط رابا مهمة له تعاون مجتمع محلي من مؤسسات تربوية ومؤسسات تعليمية دينية أو خمندي بش مهمة له يعني ليلس نقطة أنه بقرة خم جوبة خلده ومندي بقد ما دخ سنيقة بالخخلة ومندي سنيقة لبولخانة أو مندي مجتمع الدين قبنونا هاوي بالضبط أكيد أخي لازم تعيث التعاون يعني من كل جهات حتى من جهات الحكومية يعني ده أخني مثلا مديرية اتلن موضوع التحول الرقمي وآهو كل وزارات طبعا بتاوي مستعدين له بعد فترة ثوالا المشكلة ربطة بأجهزة يعني أخني قملا وذلن تعاون كتلة بابليون النيابية زلن له طبعا شيخ ريان كم دا عملا بأجهزة كم دا عملا مستلزمات المديرية ثوالا مشكلة ربطة بتحول الرقمي أجهزة أتيقة كمبيوترات برامج أرشفة أجهزة قرطاسية يعني أخنيك شكرخ لك كم جاهز لنا بكلها أني أجهزة فدها مستعدين يا خم بتلبية مهام ديدا ميوالني وزارة بالسرعة الممكنة لأن أكيد هذا موضوع كم خادم لنا جدا جدا فالتعاون مطلوب له إن هو جهة حكومية وإن هو مجتمع محلي أو كنيسة أو خبير باللغة السريانية أو متقاعد فأكيد لازم تلجأ أخني الكل طرق دم حفظة لغتنا وتاريخنا وإرث أجدادنا رابي بسيمة رابا مش قلة من دانوخ هل بت اخي رابخ ذاي وقت باق بي وخيلت مري له ويا اخر تبقته مختمر خويت بقياث اخينا اكيد حاضرين قا خيته قد تبقى بتهاوي اللغه السريانيه بل قد بش طورنتها وبش قلتها شوبا جو اثر يعني اكيد انا ما قديبي كين يعني هويله عهد بانه هذه لغه لازم دنفع عنا موضوع بش حيله وبمدى اوسع ومهما يتطلب الامر يعني انكزي لفلان او لفلان او فاكيد انا بتشكر كل جهات الدعم اللغه السريانيه لان لو دعاون وساوني لا فاخني لازم حفظه خلاح واكيد وزاره يعني لكم قصره لكن ضمن الامكانات الماليه المرصوده يعني امكانيات لنا بالكيف اكيد بسيمه رابا وكل التوفيق يا رب شكرا بسيمه شكرا